نعلم أنه حتى ولو كانت كاميرا الهاتف مغلقة فإنه يمكن مشاهدتك بالصوت والصورة، فكيف ذلك؟ هلا في ابلكيشنز كثير موجوده بالسوق، بيقدر اي شخص ينزلها على التليفون عندك. ان كان مثلا تنفترض انت عم بتصلحي تليفونك، او ان كان حدا بعت لك لينك قال لك انه هيدا الواتساب جديد بس ما بيكون واتساب، ان كان حدا خدعك بطريقه ما لتنزل هيدي الابلكيشن على التليفون، بيقدر هو من خلالها يستعمل تليفونه ليقدر يفتح الكاميرا عندك بدون موافقتك، حتى لانه في ابلكيشنز تطوروا بشكل كثير كبير، الكاميرا حتضلها دايره وانت ما حيكون عندك علم. الأمر ليس بالسهل، هو يتعلق بأمننا وخصوصيتنا وتحذير من الواي فاي في الأماكن العامة. دائما نحن بنعتمد ترمينولوجي، هو اذا كنا نحن متصلين على شبكه محدده، هذا شيء خطر، لانه الشبكه الوحده عم بتوزع لاكثر من شخص، فممكن شخص بيستعمل برامج اختراق اللي هي معتمده عنا، مثلا في كالي لينكس واكثر من اسم وبرنامج ما بدي اسميهم على الهواء. بيقدر الانسان يعمل سورتنج لكل العالم المتصله على هذه الشبكه، بيقدر يبعث طلب ويمكن المستخدم ما ينتبه شو هذا، يكبس اوكي فجاه، فبيكون من اللابتوب قدر يفوت على هذا التليفون. ولكن هل ينطبق هذا الأمر على الأجهزة الخلوية فقط أم يشمل الكمبيوتر المزود بكاميرا؟ على اللابتوب القصة أبعد من هيك، لأنه اللابتوب في عندك حرية أكثر بالفيروسز وبالمالويرز. في كثير اوبشنز لعند الشخص اللي بده يخترقك، انه يقدر يبعث لك اي شيء من هول الفيروسز اللي بيخوله انه يفتح لك الكاميرا. هلا اكيد في معلومه للعالم انه هذا الزر اللي بيضوي او النقطه اللي بتضوي حد الكاميرا، هن ما عملوها لانه بدهم يزيدوا ضوء، هن عملوها لانه كثره حالات فتحه الكاميرا من دون ما يعرف اليوزر، فدائما بس الواحد يفتح اللابتوب تاعه يلاقوا هيدا الزر مضوى، هو اللون الازرق الصغير حد الكاميرا دغري، معناتها الكاميرا دايره. ولأننا في زمن التطور التكنولوجي بات الحرص واجب وإرشادات للوقاية. اهم شيء بس تاخذوا تليفونكم على التصليح. اذا ما عندكم خبره بهذا المجال، على صحه السلامه اعملوا فورمات للتليفون. مارك زوكربيرج كمان مؤسس الفيسبوك ليتلي اخذوا له صوره هو بتايوان على ما اظن، كان حاطط تلزيقه على الكاميرا، يعني حتى مؤسس الفيسبوك عنده خوف من قصه الخصوصيه، فحتى هو كان حاطط تلزيقه على كاميرا اللابتوب ليحمي حاله. تجربة بسيطة لتبيان كيف تفتح الكاميرا وهي في وضعية اوف، مع انه الكاميرا دايره بس ما في شيء مبين عندي هون. اذا مبلش نيم الكاميرا شوي شوي كانه عم ياخذ صوره مباشره، عم بيطلع لايف، وساعتها هي البنت بالعاده بتحط التليفون مثلا بالجزدان، بتطلعه من الجزدان، بتروح مثلا تفوت على الباب بتحطه بمحل، هيدي كلها بتكون مكشوفه من دون ما هي تعرف ابدا عن اللي عم بيصير. وحتى بالفيديو مش انه بس تتجاوز قصه الواحد يقدر يشوف، بيقدر انه حتى يبعث صوت على التليفون عندك. يعني انا شفت في هاكرز بحبوا يأذوا، يعني تفرض انت التليفون نايمه والتليفون حدك بالليل، بصير شخص مثلا يعمل هيك بصير يطلع الصوت من التليفون تاعك هو قاعد ببيته. وعليه وبعدما تقدم انتبهوا من الكاميرات حفاظا على الخصوصيات. رشا الزين هاشم، أنبيان.